السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات كويزين سهيله على يوتيوب. اليوم طبق جديد وفيديو جديده. طبق اليوم غادي يكون هو طبق ديال الرز بالدجاج على طريقتي انا كنطيبه في الفران. كنتمنى الحلقه تعجبكم والوصفه ديال اليوم تجربوها وحتى هي تعجبكم، ونخليكم تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غادي نحتاجو 300 غرام ديال الرز. بطبيعه الحال الرز والدجاج كيبقى حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. عندي هنايا تقريبا نص دجاجه، مطيشه وحده، بصله وحده، عندي فص ديال الثومه، القزبر، المعدنوس، مطيشه ديال الحك. غادي نحتاج ضامه البنه ديال السمن وضامه البنه ديال الدجاج، القرفه، سكينجبير، تحميره، الخرقوم وشويه د الابزار، وبطبيعه الحال الملحه انا نسيت ما حطيتهاش مع التوابل. غادي نحتاجو الزيت والماء. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نجيب اناء، غادي نقطع ديك مطيشه، بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقطع مطيشه كلها ونحيد لها الزريعه ديالها كامله بحال هكا. غادي نجيب دابا البصله، غادي نقطعها هكا طريفات، غادي نجيب الثومه حتى هي، ندير شويه د الماء، وغادي نطحنوا هاد العناصر مزيان. غادي نجيب واحد الطنجره كما كتشوفوا درت فيها شويه ديال الزيت. دابا غادي ندير الدجاج، وغادي نقليوه واحد شويه بحال هكا. دابا غادي ندير داك الخليط ديال المطيشه والبصله والثومه، وغادي نخليو هذا الشيء كيتقلى مزيان. بحال هكا. في هذا الاثناء غادي نبدا كندير العطريه. غادي ندير الابزار، تقريبا عندي نص معلقه د الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال سكينجبير، عندي تقريبا راس د معلقه ديال التحميره، راس د معلقه د القرفه، غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان.
ونخليو شويه ديك العناصر كتجانس مع بعضياتها. بحال هكا. دابا غادي نجيب الروز اللي سبق لي وغسلته، بطبيعه الحال غادي تغسلوه. حطيته بحال هكا مع داك الخليط، وغادي نخلطوه مزيان ونخليوه حتى هو غير شي شويه كيتقلى بحال هكا. دابا غادي نزيد القزبور والمعدنوس ومطيشه د الحك، بهذا الشكل. دابا غادي ندير كنور، من الاحسن نحكوه بهذا الشكل. كما سبق لي وقلت لكم درت كنور ديال السمن وكنور ديال الدجاج. الا ما كانش عندكم كنور ديال السمن تقدروا ديروا غير واحد الراس د معلقه ديال السمن. بحال هكا. دائما كنخلطوا كلشي مزيان. وغادي نغطيو ونخليو داكشي كيتقلى شي شويه. بطبيعه الحال ما نساوش الملحه، انايا نسيت ما حطيتهاش مع المقادير في الاول. الملحه كتبقى حسب الذوق. صافي. دابا غادي نبدا كندير الماء. درت زلافه ديال الروز، غادي ندير 3 ديال الزلايف د الماء. صافي. كنخلطو كلشي مزيان. وكنغطيو الطنجره ديالنا وكنخليو حتى كتطلع فيها الغليه بحال هكا. دابا غادي نطفي البوطه. غادي نجيب لاطه بحال هذه اللي كديروا فيها الكراتان، ولا غادي نحط في الوسط الدجاج بحال هكا. وغادي نجيب الخليط ديال الروز ونحطو هكا في الجناب حتى نعمرو كاع اللاطه ديالنا. بحال هكا. صافي. انايا عمرتها نيشان. غادي ناخذ بابي الومنيوم وغادي نغطيو اللاطه ديالنا، نحطوها في شي صينيه كتدخل الفران ونخليو الفران على درجه حراره مهيله حتى كنشوفوا الروز تشرب داك الماء ونشفت شي شويه. والدجاج طاب. ديك الساعه غادي نخرجوها ونحيدوا لها داك البابي الومنيوم. ها هي دي من بعد ما صافي الدجاج ديالي طاب وشربت شي شويه الماء وحتى الروز طاب. ناخذ شي موس ولا ندير بحال هكا. صافي الدجاج ها هو طايب. غادي نعريو ونحيدو داك البابي الومنيوم. انا هنا درت فوقها شي شويه د الفرماج، غير شويه الا كان متواجد عندكم، الا ما كانش تقدروا تستغناو عليه. وغادي نرجع ندخلها للفران حتى كيتحمر لينا وكيتحمر داك الدجاج وكيتحمر حتى شويه داك الروز.
هذا هو الطبق ديال الرز بالدجاج من بعد ما تحمر في الفران كما كتشوفوا. كيجي المذاق ديالو رائع بزاف. انا كيعجبني نطيبه في الفران حيت كنبغي شي شويه ناشف، والا بغيتو ما طيبوش في الفران وكتبغيوه يجي شي شويه فيه داك الروا ديالو، تقدروا تكملوا له الطياب غير في الطنجره. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي عطينا على باج فيسبوك ديالك، انا غادي نخلي لكم في لا باغ دانفو اولا صندوق الوصف، غادي نخلي لكم اللين ديال لا باج فيسبوك ديالي، واي استفسار اولا سؤال صيفطوه ليا عن طريق الفيسبوك غادي تلقاوني جاوبتكم في الحين ان شاء الله. وبالنسبه عاوتاني للناس اللي كيطلبوا لي بزاف ديال الوصفات راهم مطلوبين بزاف، كنقول لكم ضروري ما غادي نوجد لكم دوك الوصفات اللي كتطلبوا. وبحال ديما ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في لاشين ديالي كويزين سهيل على يوتيوب، وبالصحه والراحه.